السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع علينا يوم القيامة. لو الفيديو بتاعي عجبك النهارده اتمنى ان انت تعملي لي لايك وما تبخليش عليا باللايك، وتعملي لي اشتراك على الصفحة واشتراك على قناتي على اليوتيوب. النهارده هنعمل السمبوسك الهندي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل اي حاجة سمي بالله ويلا بينا نشوف السمبوسك اتعملت معانا النهارده ازاي، والطريقة ومقادير كل بيت موجود فيه الدقيق والبطاطس والبصل والبهارات. فيلا بينا، وجبه مش هتتكلف من 50 ل 60 جنيه، ويمكن اكون انا مبالغه كمان. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل سمبوسك مع بعض ازاي. اتمنى منكم انتوا تدعموني وتعملوا لي فولو للصفحه، ولو الفيديو عجبك ما تبخليش عليا باللايك. يلا بينا، تعالوا بقى نشوف الوصفه القمر دي اتعملت ازاي. اللهم بارك. سامعين؟ شايفين؟ طبعا انا اتفصت في قبل الفيديو اهو. تحفه دي البطاطس، حاجه كده تحفه. اللهم بارك. يلا معايا على الوصفه نشوف هنعمل ايه مع بعض. والله العظيم ما هتكلفك 50 جنيه او 60 جنيه، يعني بتهيألي 60 جنيه انا مبالغه فيها. يعني ده بطاطس وبصل وشويه جبنه صغيرين وشويه دقيق بس. يلا بينا ندخل على الفيديو. معايا هنا الدقيق. بصي الاكله دي سهله وبسيطه جدا وايه مش مكلفه، يعني ممكن انت تعمليها وجبه غدا هتكفيكي وتكفي افراد اسرتك وتبقى زي الفل. كيلو دقيق ب17 وب20. هتقومي عامله ايه؟ هتجيبي كيلو دقيق وما بنتعجنش غير بشويه بيكنج باودر صغيرين خالص وملح وريحه سكر بسيطه. وهتقومي جايبه، والبطاطس موجوده اليومين دول بكتره في السوق، ممكن تجيبي البطاطس الصغيره خالص دي، ممكن تجيبيها ب5 جنيه. وتقومي عاملاها سلقاها وعاملاها الحشو بتاعها. انا هعملها معاكم النهارده وهتشوفوا شكلها. عندك لحمه حطي، مش عندك لا، بس انا بصراحه بحبها بالبطاطس مش باللحمه. الوصفه دي يا جماعه انا جبتها من واحده هنديه، وبصراحه من يوم ما جبتها، طبعا مش فاهمه هندي بس انا عارفه اللي هي شغاله بالتكنيك ازاي وخطوات ايه. من يوم ما عملتها الصراحه يعني، وانا عايزه اقول لكم ان هي ما بستغناش عنها اقسم بالله. كده حلوه قوي اهو. عايزه اقول لكم ان هي بتسحب في الاكل قوي، يعني مهما تاخدي منها ما بتتعبش وما بتهبطش ونفسك ما بتجزعش منها. انت عايز تاخدي منها تاكلي تاني يعني. انا اخدت الكميه دي كده كفايه. هنحط شويه ملح هنا بقى على العجينه. تمام، شويه بيكنج باودر. انا عايزاها بس تخلي العجينه بس ايه تفقفق كده، عارفين ازاي؟ شويه سكر بسيط خالص، مش هكتر السكر عشان ما يحمرش العجينه معايا قوي. وشويه الزيت بقى. كده حطيت هنا شويه ميه هنا معايا على النار يدفوا. نبدأ بقى نقلب ده كله مع بعضه. بس كده الغلف دي ما بيتحطلهاش خميره يا جماعه عشان نكون عارفين. لبسنا الجلافز كده عشان نقلب. دفينا الميه بس كده. هنعجن دي وهقول لكم على الخطوه اللي بعد دي هنكون. ما تخليهاش لينه قوي عشان تعرفي تتحكمي فيها وما تبقاش معاكي طريه على البوتاجاز. عايزه تضيفي لها شويه نشا كمان ضيفي لها، بس انا الصراحه مخلصه نشا، بس اعمل نشا كتير انا بكريمه نشا في المطبخ.
يعني ما بتحكمش بعيار ميه يا جماعه عشان تكونوا عارفين. انا لقطت الفكره كده ومن يومها وانا بعملها لوحدي يعني من غير مقادير الصراحه. هكملها انا عجن بقى وارجع. بصوا يا شباب، خليتها معايا كده، شايفين؟ اللهم بارك على السولة. اللايك يا شباب، اللايك. انا بحب العجين قوي مع انه بيهد حيلي بس بحبه. بقت زي الفل. نغطيها بقى، احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها ترتاح. نغطيها بقى ونشوف الخطوه اللي بعد كده. بصي يا ست الكل، جبنا طبق هنا في الفطار. طبعا احنا عارفين الباص كلها اللي هي بطين اليومين دول. ظبط لك الصوره قوي اهو، ومعايا بطاطين كمان اهو. طبعا بنفضل بقى ايه نغسل فيها جامد. يا رب الصوره تكون واضحه بس. عندك بقى اي فرشه من دي قديمه كده بتاعتي في الطنطه كده، يا اما بتنقعها في شويه ميه، يا اما بظهر السكينه هتلاقي كل ده بينزل كده. تفضلي تعملي فيها كده لغايه لما تبقى زي الفل كده. ومعانا حله بقى نقطعها عشان تبدا ايه نسلقها بقى لو الخلطه بتاعتها. تقطعي الزقم الصغير ده كده، اي حاجه فيها وحشه بقى قطعيها، احنا كده كده هنسلقها. ما شاء الله ده طلعه جديده ووحشه كمان كده كده. ومعانا الحله بقى ايه نحط بقى ونكمل كده مع بعض. خلصت الكميه اهو، هبدا بقى اقطعها كده رفيع بقى عريض اللي انت عايزاه. اهم حاجه ان هي تستوي، احنا عايزينها تستوي عشان لما نيجي نهرسها مع الخلطه ما تبقاش تقيله. بس يا جماعه نصيحه مني، اوعوا تعملوها بيوريه في كبه ولا الكلام ده. هي احلى حاجه فيها ان هي تبقى ايه لما تتهرس بشوكه بالمهراس بتاع الفول كده يعني. لان انا جربت دي وجربت دي تمام كده. وممكن كنت اسلقها بحالها بس انا عايزه انجز دلوقتي عشان ايه ورايا شغل. تمام كده. نحط بقى ميه بيضه بقى، شويه ملح بصوت، ونبدا نعمل بقى ايه في الحاجات اللي احنا هنستعملها. نحطها على النار بقى. هنجيب بقى الفلفل. والله شويه الفلفل دول عندي بقالهم اكتر من شهر ونص في التلاجة، والله العظيم يحترموا ان هما لسه صلاحيتهم ما انتهتش، وفيهم طماطميه فقدت الاهل اهو لسه فيهم يعني ايه ما شاء الله، فيهم كام فلفلايه حلوين قوي. والباقي بقى هنشيل منه كده الايه الاطراف ده. محدش يقول لي يعة وبتنجان، لان احنا في ايام ما فيش فيها يعة خالص، الايام هي اللي بقت يعة. تمام كده. هنخليهم زي الفل دلوقتي بدون لا سحر ولا شعوذه. اللي زي ده بقى هنقوم ايه احنا واخدينه في الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. نجيب له طبق كده عشان اللي هلاقيه سليم خالص هشيله، اللي هلاقيه زي ده كده هقوم ايه عاملاه في الوصفه، استغله بدل ما يبوظ خالص.
كان في فلفل فيه حار وفي فلفل فيه بارد، بس بصراحه الوصفه دي كل ما خليتيها حاره كل ما كانت اجمل يعني. طبعا انا غسله الحوض بكلور ومخلياه يعني انضف من الصيني بعد غسيله كده. كل واحده في بيتها يا جماعه لازم يعني ايه، يعني تحاول تلم العمل وتمشي على قد ما هي ربنا قاسم لها، وعلى قد ما هو موجود، على قد الحافه تمد رجليك يعني. في الايام اللي احنا فيها دي بصراحه والله احنا في ايام بنتحاسب على الدنيا، بس برضو في الاول وفي الاخر نقول الحمد لله ان احنا صحتنا سليمه، ما بنقعدش في المستشفيات زي غيرنا، ان احنا ربنا منن علينا ب4 حيطان وقاعدين تحتيهم حتى لو بالايجار يا جماعه، ما انتش مشرده في الشوارع في الخيم يعني. ولادك حواليكي صحتهم حلوه، ما عندكيش عيل عنده مرض مزمن ولا اي حاجه ولا بتجري بيه في المستشفيات. اهم حاجه الرضا، اهم حاجه الرضا. الفلفل بيديني اشاره. كل واحد في الدنيا ربنا مقسم رزقه 24 قيراط. انت ممكن يكون رزقك فلوس، انا رزقي صحة، رزقي شغل، رزقي ايا كان، ربنا بيقسم الارزاق 24 قيراط. اللي بيشيله من ده بيحطه في غيره، بس بتبقى كاملة متكاملة يعني. فالحمد لله على النعم اللي احنا فيها يعني. وعلى قد ما تقدري صلي وادعي. كده اهو كده خلاص بقى. حكاية النور ده عذاب. بصي يا ست الكل اهو، اوريكم بالكاميرا اهو، ده اللي هيفضل في التلاجة، النبي لونه حلو قمرية في الكاميرا، وده اللي هنشيله. تمام. اي بقى حاجه زي القلب اللي جوه ده مضطره ان انا اشيله بقى عشان ايه ما يقعدش يحرر قوي ويبقى شكله مش لطيف في الوصفه. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى شويه خضره من دول كمان عشان نغسلها. انا جيت امبارح من السوق عملت الخضره زي ما انتم شايفين كده، عشان جايبه كرنبايه زي ما انتم شايفين كده. حطيت كل واحده لوحدها في كيس ثلاجه. تمام كده اهو، حطيتهم في كيس سود وايه، وسحبت منهم الهواء. هناخد عنقود منهم صغير كده لزوم الوصفه، وبرده هي اللي بيلبق معاها الشبت قوي. تمام كده ان شاء الله. الخضره جايه امبارح وصفر، هنغطيها تاني بقى كده ونحفظها. انا بعملها كده على اساس ان هي تفضل اطول فتره ممكنه، مش عايزه احط ايدي بالكرابل عشان مبلول، فمش عايزاها تخسر. حطها بقى في الكيس على طول كده. وهناخد برضو عود من هنا صغير خالص زي ما قلت لكم، اللي بيليق معاها قوي الشبت. تمام كده. هنعمل بقى الباقي، نبدا بقى نغسله كده. عايز نقعيه شويه عشان الاتربه ونقعيه. انا باجي على الحتت العريضه دي كده وبحاول اقطعها بالسكينه، يعني ملهاش ريحه اللازمه كده كده. ونفس النظام في الناحيه التانيه.
هي التانية دايما الكزبرة سبحان الله بتبقى على ايدها رفيعة شوية عن الشبه اهو. حطها بقى على منديل مطبخ بقى، على اي فوطة نضيفة عندك للمطبخ تنشف. والبصل بتاعي اهو غسلته وغيره المية كده كل شوية على ما اجي اقطعه عشان ما يصممش معايا. تمام. طولت عليكم انا صح؟ بصوا يا حبايبي البطاطس اهي كده استوت. هنصفيها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا ايه مع بعض في الفاصل؟ قطعت البصل، قطعت الفلفل، غسلت الصينيه اللي هعمل فيها، قطعت الشبت بتاعي والكزبره. تمام عشان ما اطولش عليكم الفيديو. معايا الكيس ده فيه ايه؟ كيس فيه جبنه موتزاريلا. تمام. انا بجيبها من السوبر ماركت وبفضيها كده عشان ما تعجنش على بعضها. تمام. البطاطس بتاعتي اهي هنستخدم دول كده ورا. طبعا البهارات هقول لكم ساعه العمل. البطاطس بقى هنبدا نقشرها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبلهاش ميه، بس انت لو شايفه ان هي سخنه على ايدك بلي ايدك انت بس ميه. بتسحبي بس طرف القشره كده وهتلاقيها ايه، هي هتعذبك شويه عشان لسه جديده. تمام. اسحبي كده طرف القشره وبتقشريها. هعمل انا بقى بقيه الكميه كلها مع بعضها واوريكم. بصي يا ست الكل البطاطس خلصناها اهي. بس نصيحه من البطاطس الجديده تسلقيها بدون قشر، عشان يعني مش عايزه اقول لك هتجيبي مراره احتياطي عم تقشريها. انا عن نفسي قشرتها بالسكين. نجيب معانا الهراسه هنا كده بقى وننزل في البطاطس كده. مش هتاخد حاجه حتى لو بشوكه، مش محتاجه هراسه يعني. في ناس يعني الايطاليين بياكلوا بطاطس بقشرها. البطاطس اللي زي بتاعتنا الجديده دي بيعملوها بقشرها وبياكلوها بيها، بس طبعا بتكون مغسوله ومتنضفه حلو من الطين والحاجات اللي فيها. يعني البطاطس الويدجز دي بيعملوها بحالها كده بالقشر بتاعها. هنزل ده كله كده. هي اصلا يعني سبحان الله مش مستحمله يعني كده اهي. اتهرست. هحط بقى الزيت بتاعي كده. البتاعه بتنشف اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الزيت معاكي حلو كده ووفر عشان ما تحتاجيش. اول حاجه هننزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم البصل. نقلب كده الصينيه بتاعتنا كده. هنعمل ايه؟ نقوم جايين بشويه بودره زعفران او كركم او كاري، تقوموا حاطينها لايه؟ للبصل كده. كده نجيب بقى بقيه البهارات. كل البهارات هنحطها بس هجيبهم بالترتيب. بس نحط البهارات على البصل، ده التكنيك بتاعه كده. الكزبره لسه معانا الثوم هنجيبه يا شباب. معاه شويه شطه قرون حارين كمان بجيبها وبطحنها في البيت. معايا هنا شويه كمون. تمام. معايا شويه ملح. مكترش الملح. بطاطس مملحه. طبعا لسه هنحط سكه سكر كمان. شويه فلفل اسمر. لسه ايه كل ده على البصل. لسه هنزود بس ايه يا سيدي وسيدي على الريح. احنا لسه بنقول هادي اهو والريحه ايه. وانتي بتعملي الاكل كده اعمليه بحب عشان يطلع حلو. نجيب شويه السكر كده على البصله. احنا عايزين البصله تدبل بس كده. هنزل بالفلفل بتاعنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
التوم بتاعنا كمان عشان هو اللي هيدي ريحه كمان حلوه. نجيبه ونيجي نحط بقى معلقه من التوم كده طريه ونحطه على البطاطس برضه. عايزين كل ده يدبل يا شباب. حياة ربنا الاكله دي احسن من الفراخ واللحمه. انا عندي ولادي لو كل يوم عايزين منها. ما تستغربوش من البهارات اللي انا هحطها، بس بتدي تيست حلو. دي بهارات البطاطس. تمام، هناخد شويه كده. بصوا هنحطها على البطاطس. تمام، فيها مرقه بقى وفيها متفهميش هو فيها بس حاجات حلوه. ودي بهارات لحم البقر. تمام، اللي هو تحس ان هي فيها لحم من غير لحم. مش ورايا بس انت كده ورزق على الله. تمام كده يا ست الكل. الفلفل كمان دبل اهو. احنا مش عايزين حاجه برضه مفخفخه، عايزين فيها سنه قرشه برضه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى. كده كده هي بطاطس مستويه، احنا مش عايزينها بطاطس يعني تستوي حاجه، احنا عايزين كل ده يدخل في بعضه كده يعني يتناغم. الحاجه انت ما تقدريش تعملي كده بس. ظبطي لها انت بقى كل حاجه. خلاص كده هطفي عليها بقى كده واقوم عامله ايه، نازله بالخضره عشان ما تسودش. الخضره مهمه جدا في الوصفه دي. انا ساعات بعملها من غير خضره لما ما يكونش موجود، انما هي الخضره رخيصه يعني، ما شاء الله قد كده ب5 جنيه. كده حياة ربنا الريحه مش عايزه اقولك، عشان انا اللي عاملاها يعني، بس هي فعلا ريحتها خطيره والطعم كمان اخضر وسبايسي بقى وحلوه جدا. نحط لها ريحه توم بس نيه كده في الاخر، بس ايه نكهه التوم الني برضه بتبقى حلوه بتتفوق كده في الاخر. ونشوف بقى كده خلصنا الخلطه بتاعتنا، نسيبها كده تبرد ونعمل ايه بقى، نشوف العجين بتاعها. بصي يا حبايبي الصينيه معانا اهي ومعانا العجينه. تمام، هنقطع العجينه كده لكور صغيره خالص. كده احنا مش عايزينها تخينه ولا حاجه. تمام، كل ما كانت معاكي رقيقه كل ما قرمشت وبقت حلوه. ما تنسينيش بقى في اللايك لو الفيديو عجبك.
ما تخنهاش قوي. بصوا يا ست الكل، انا هنا اهو جبت العجين خلصته والنور جه وايه، وجهزنا شويه جبنه رومي على جبنه موتزاريلا، جبت المردانه بالنشابه على حسب ما بتقولوها، وهنجيب واحده واحده بقى. تمام، هنبدا بقى ايه نفردها كده كده، خليها رقيقه خالص بحيث ان هي ايه تبقى معاكي مقرمشه وحلوه. ما تخليهاش معاكي تبقى مكتله عجين يعني ساعات بقى انا كمان بفردها على النشا زي ما انا قلت لك، بس انا حاليا مش عندي نشا. النشا بتريح في الفرد وبتساعد على قرمشه العجينه. تمام تمام. كده نعمل ايه بقى، ناخد من دي كده، انا هخليها بالعرض عشان نلفها رول. عندك بصل اخضر بقى كمان زي الاكل الصيني كده يا سيدي، بتبقى حاجه تحفه اللهم بارك يعني. كده هنقوم جايبين دي كده، لازم تجيب الطرف ده كده والطرف ده كده كده، شوفي دي كده تبقى شكلها كده. تمام، نقفل الاطراف دي كده كويس مع بعض، ودي كده لو عندك ريحه ميه قومي بلها وعاملاها. شايفين تبقى كده بقى. نعمل كمان واحده مع بعض، نركنها هنا على كده. هما مش هياخدوا مني حاجه، بس انا قلت اوريكم عشان مستعجله وهنزل للشغل ايه اوريكم معايا كده. هقولكوا شويه النور جميل بصراحه يعني، شايفين اول الفيديو واخر الفيديو. متنسيش اللايك بقى، متنسيش اللايك. حط الجبنه تحت كده بحيث ان هي اول حاجه بطول الحراره. حط الحشو كده، كتروا الحشو قوي عشان ايه ما تفرقعش منكم. كده زي ما قلت لك، هات الاطراف دي كده، الطرف ده كده، وابدأي لفي. زي الفل، كأنك بتعملي جلاش. كمل انا بقى كده وارجع لكم. ست الكل، انا عملت دول، انا سبت بنتي ورا تكمل لاني فصلت ظهري وجعني، فهنبدا نقلي دول بقى مع بعض، والباقي هوريكم بقى ممكن نعمله بقى في صينيه ازاي يمين وشمال. بس لو طلعت لو ما بتحبهاش مقليه اعمليها زي ما انا بقول لك كده، بتحطي شويه زيت صغيرين في الصينيه او في جريل، وتقومي بقى تبداي تقلبيها على كل لون شويه. وتركايه حلوه كمان، عايزاها منك تكون خفيفه خالص، اقلي في سمنه، اقلي في سمنه. انا بقول لك اقلي في سمنه. تمام، الزيت بتاعي حمى اهو. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نسمي مع بعض بالراحه بقى وانتوا بتاخديها من الطبق، لان هي بتبقى ايه معرقه كده. تمام، هننزل على الحته اللي احنا قافلين بيها دي. بسم الله استنى اما الزيت برضه يحمى كمان شويه. اي دقيقه عليها كده ونفضيها عشان تطلع معاكي.
ده اللي بقول لكم عليه. لو انت مش مأمنه عليها كويس حلو في القفل وبتاع هتقوم لازقه في بعضها كده. خايفه ان هي تعمل منك، قومي حاطه دقيق تحتها وعلى ورق زبده بقى وترصيها. تمام. العجينه اللي تبقى معاكي حلوه ومقرمشه الدقيق اللي هو بتاع المشلتت، اللي هو الدقيق السايب ده اللي ملوش عرق، ده اللي يبقى معاكي زي الفل. هنبدأ بقى نقلب مع بعض كده بدي او بالماسك. اول واحده نزلنا بيها طبعا اللي في الطبق دول انا بسلك فيهم ايه بالراحه خالص عشان ما يتفتحوش في الزيت. عايزه الزيت بتاعك يفضل نظيف، ما ينزلش فيه اي خضار. شيل الشبكيه دي كده، طول ما انتي واقفه بقى تسوي فيها كده. انا بعمل في الفيديو ده من قبل اذان العصر واحنا داخلين على المغرب اهو. نقلب فيها كده. عايزه اقول لكم ان هي مقرمشه خفيفه كده في الزيت، بتعوم كده. بتلاقيها اتحمرت وشكلها حلو. شيلي الغمقان ده بيجي من نتيجة تحمير الستانلس، يعني مش محروقة ولا حاجة. عايزينها كلها تبقى لونها ملوك الزوم مش بيزوم كده. هدي النار بقى على الملح دول، نحط غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الفتحة تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الكمية بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. حاجة كده وجبة غدا، مش هقولك ب3 جنيه و5 جنيه و30 جنيه والكلام الفاضي ده خالص، لا هي وجبة غدا ممكن نحسبها على بعضها ممكن تكلف 50 جنيه كلها على بعضها. انا عايزة اوريكم بس الحلاوة بذمتك ما استاهلش لايك. طعم طبعا لازم اقول لكم